وقفت في كمين بعربيتك وعايزين يحللوا لك، تعال اقول لك تتصرف ازاي. وانت ماشي بعربيتك قابلت كمين في الطريق واستوقفك وطلب ان هو يعمل لك تحليل تعاطي مواد مخدرة ومسكرة. عايز اقول لك انه ما يقدرش يجبرك على اجراء هذا التحليل. امال تعمل ايه؟ لو وقفك في كمين وقال لك انزل عشان احلل لك، ما يقدرش يجبرك على التحليل. لكن المادة 66 من قانون 66 ل 1973 الخاص بتنظيم المرور قال لو في حالة تلبس، يعني باين عليك ان انت متعاطي مواد مسكرة او مخدرة، يجوز لمأمور الضبط القضائي ان هو يفحص حالتك، ومن ضمن حالات الفحص دي ان هو يحلل. ولكن لو انت شخص طبيعي ومفيش اي مظاهر تدل على ان انت واقع تحت تأثير المخدر، ما يقدرش يجبرك على اجراء هذا التحليل. طب في الموقف ده ايه اللي هيحصل؟ ما يقدرش غير ان هو يسحب الرخصة منك نتيجة امتناعك عن اجراء التحليل. مش معنى ان هو سحب الرخصة لان انت امتنعت عن اجراء التحليل معناها ان ده دليل ضدك ان انت كنت متعاطي مواد مخدرة. وبالتالي لو انت مش في حالة سكر، لو انت مش متعاطي مواد مخدرة وشخص متزن وعديت على كمين وحب يحلل لك، تقدر ترفض اجراء هذا التحليل. خلاصة، لجان والأكمنة هدفها تأكيد على سلامة قائد المركبة للحفاظ على أرواح المواطنين، لكن في نفس الوقت القانون بيحميك من التعسف في استخدام هذا الحق. منتظرين أسئلتكم وتعليقاتكم في الكومنتات.